4 حيوانات ممكن يقتلوا نفسهم بالخطأ، والحيوان الرابع بس تشوفه ما راح تصدق انه لسه عايش ولسه ما انقرض. الحيوان الاول اللي هم الغزلان، دائما بصير مشاجرات بين الغزلان وبيصطدموا ببعضهم وقرونهم تتشابك في بعض، للاسف احيانا ما بيقدروا يفكوها لحديت ما يتوفى واحد منهم او يتوفوا الطرفين. الحيوان الثاني اللي هو السلحفاة، للاسف موتتها بتضحك وبتحزن بنفس الوقت، لانها اذا قلبت على ظهرها ما بتقدر تجلس حالها، ومع الوقت راح تموت من الجوع للاسف. الحيوان الثالث اللي هو الحمار او الحصان البري، حوافرهم ممكن تطول بشكل غير طبيعي مثل هيك، ومع الوقت راح تعيق حركتهم، ما راح يقدروا يتحركوا بسهوله، وراح يصيروا طبعا فريسه سهله للحيوانات المفترسه. والحيوان الرابع والاغرب، قبل ما نشوفه لا تنسى تصلي على النبي وتضغط لايك واشتراك يا واحد. واللي مربي قطه عنده في البيت لازم ينزل هذا التطبيق، لانه بخليك تعرف قطتك شو بدها لما تنوم، بس بتشغل التطبيق وهو بيحكي لك شو بدها القطه. كل حمله رابط تنزيله باول تعليق مثبت، حملوه يا حبايبي. والرابع هذا الخنزير البري، تخيل انه قرونه لما تطول بشكل غير طبيعي بتلف على راسه لحديت ما تدخل جوا دماغه، اول ما تخترق المخ راح يموت بشكل مباشر.